شاب بيلاقي كرة سحرية بتدخله في عالم لعبة ماينكرافت، فيا ترى هيعمل ايه جوه العالم دوت وازاي هيخرج منه؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهارده. فبيبدأ فيلمنا بولد صغير اسمه ستيف اللي بيحب المناجم والفحم من وهو صغير، وكان كل يوم بيروح عند منجم على حدود المدينة وبيكون معاه الفاس بتاعه والخوذة. فبيحلم انه في يوم من الايام يكون واحد من العمال اللي بيشتغلوا في المنجم دوت، بس كل احلامه بتتدمر لان الاطفال اصلا ممنوعين من الدخول للمناجم، والسبب في كده هو الخطورة الشديدة من الشغل ده عليهم، وده اللي بيخلي حارس الامن بتاع المنجم يطرده من المكان كل ما يشوفه. وبعد 20 سنة اخيرا بيكبر ستيف وبيشوف مستقبله، فبيشتغل مصمم عقاري وبيكون عنده مشروع عاوز ينفذه اسمه منتجع ستيف. وما بيعرض مشروعه دوت على مجلس ادارة الشركة بيتصدم جدا لما بيلاقيهم اصلا مش مهتمين بمشروعه، لدرجة ان محدش بيهتم بكلامه. فبيقرر ستيف يلغي المشروع وبيرجع لحلمه وهو طفل انه يشتغل في منجم الفحم. فبياخد الفاس والخوذة وبيروح لنفس المنجم اللي كان بيروح له وهو طفل، وهناك بيهرب من عجوز حارس الامن وبيدخل المنجم لاول مره في حياته. فبيفضل يحفر لمده طويله لانه مستني اللحظه دي من زمان، لحد ما فجاه وهو بيحفر بيشوف قدامه حجرين شكلهم غريب قوي، بيكون في حجر فيهم اصغر من التاني وكانهم جزئين بيكملوا بعض. وما بيقرب الحجرين دول من بعض فجاه بتتفتح قدامه بوابه زمنيه، فبيدخل منها وبيلاقي نفسه في عالم سحر من المكعبات اسمه العالم العلوي. والعالم دوت بيكون مبهج وجميل جدا، وكل حاجة هناك على شكل مكعبات حتى الحيوانات. فبيحقق ستيف أمنياته وهو بيبني المنتجع اللي كان بيحلم بيه طول عمره. فبيفضل عايش شوية في العالم العلوي لحد ما في يوم بيشوف ذئب مربع اسمه ديناس، فبيقرر يربي الذئب عشان يبقى صاحبه في العالم الجميل دوت. وبعد كام سنة بيشوف ستيف بوابة أثرية قدامه لكنها ما بتكونش كاملة، فبيفضل يبنيها لحد ما فجأة بيتفتح قدامه بوابة زمنية تانية اللي بتنقله لعالم اسمه العالم السفلي، وده عالم كئيب جدا وكل حاجة تقريبا فيه شريرة قوي. والحاكمة للعالم دوت بتكون اسمها ماوند، ودي خنزيرة عجوزة وشريرة وبتكره جدا العالم العلوي. فبتقرر انها تحبس ستيف ودينيس وبتاخد المكعبات السحرية اللي بتنقله ما بين العوالم، وبتقول لشعبها ان المكعبات ديت هتساعدهم يدخلوا للعالم العلوي وبالتالي هيبقى ملكهم زي ما كانوا بيحلموا. وفي يوم بيقرر ستيف انه يهرب من السجن عشان ينقذ العالم العلوي ويحافظ على جماله. فبيسرق دينيس المفاتيح وبيفتح باب السجن، وبيروح بعدها ستيف وبيسرق مكعبات فبيديها لدينيس عشان يخبيها تحت سريره. وبيفضل ستيف محبوس فعلا في العالم السفلي على امل انه يخرج منه في يوم من الايام، وبالتالي هيكون السبب في انقاذ العالم العلوي الجميل. المهم في الثمانينات في العالم الواقعي بيكون في راجل ضخم جدا اسمه جاري، وبيكون عنده محل العاب الكترونيه لكنه فقير جدا ومفلس. وجاري دوت بيكون مهووس بالالعاب الالكترونيه لدرجه انه كسب فيها جوائز كتير قوي قبل كده، وبيكون مشهور في المدينه كلها بسبب المسابقات اللي كسبها. بس بسبب حالة الفقر اللي هو فيها بتهدده الشرطة انها تقفله المحل لو ما دفعش الفلوس اللي عليه. فبيروح جاري وبيحضر مزاد لبيع المنتجات القديمة وبيشتري منتجات بقيمة $900، ومن وسط الحاجات اللي اشتراها المكعبات السحرية بتاعت ستيف، لكنه ما بيبقاش عارف انها مكعبات سحرية فما بيهتمش بيها، وبيظهر عليه انه متعصب جدا لانه خسر الفلوس على الرغم انه ما لقاش اي حاجة قيمة في المنتجات ديت. فبيقرر يرجع المدينة عشان يكمل شغل، وفي الطريق بتتعطل العربية بتاعته فبينزل منها وبيفضل يصرخ بأعلى صوته. لحظتها بقى بتكون في بنت يتيمة اسمها ناتالي لسه واصلة للمدينة، وناتالي بتكون واصلة مع أخوها الصغير هنري، وبتكون لسه ناقلة للمدينة جديد عشان تشتغل في مصنع بطاطس في المدينة لأن هي أصلا اللي بتصرف على أخوها الصغير، وأخوها ده بيكون مهووس جدا بالعلم والاختراعات من وهو صغير. المهم بتوصل ناتالي للمدينة وبتستلم شغلها الجديد وبيتها، فبتفرش هي وأخوها البيت بالحاجة بتاعتهم. وبيظهر على ناتالي إنها حزينة جدا ومكتئبة، والسبب في كده ان امها فرقت الحياه من حوالي سنه، ومن وقتها ناتالي هي المسؤوله عن كل حاجه في حياتها هي وهنري. وفي تاني يوم بيصحى هنري من النوم وبياخد علبه حلويات عملتها له اخته ناتالي، فبيتحرك عشان يروح للمدرسه. وفي طريقه بيعدي على محل الالعاب بتاع جاري، وبيبان عليه انه مهووس جدا بالالعاب الالكترونيه، وبيكون عارف ان جاري شاطر جدا بسبب الجوائز والمسابقات اللي كسبها قبل كده. فبيفضلوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض عن الالعاب لحد ما هما الاتنين بيحبوا بعض جدا، وكمان بياخدوا ارقام تليفونات بعض. بعدها بقى بيروح هنري المدرسه وبيلاحظ هناك ان كل الطلبه مبتدئين ومستواهم ضعيف جدا. ففي اول درس اللي بيكون درس الرسم بيرسم هنري موزه بتطير، وبيقول المدرس انه هيبقى مخترع عظيم جدا في المستقبل، ولكن المدرس والطلبه كلهم بيتريقوا عليه. فبيتعصب هنري وبيقرر انه يعمل تجربه علميه قدام المدرسه كلها عشان يثبت لهم انه هيبقى عالم لما يكبر. وفعلا بينزل هنري مع اصحابه فبيصنع صاروخ بدائي وبيربطه في هيكل عظمي، واثناء ما هو
بيجهز الصاروخ عشان ينطلق بيقطع واحد من الطلبة سلك من الصاروخ، وأما بيطير الصاروخ في الجو بيفقد هنري السيطرة عليه، فبيتجه الصاروخ دوت ناحية مصنع البطاطس. ساعتها بقى بتشرح ناتالي لمجلس الإدارة خطتها عشان تطور الشغل في المصنع، هو قبل ما تكمل كلامها بتسمع صوت انفجار على سطح المبنى. في مدرسة بقى بتضطر مديرة المدرسة اللي بيكون اسمها مارلين إنها تعمل استدعاء ولي أمر لهنري، فبيتصل هنري بجاري وبيطلب منه إنه يكذب ويقول إنه ولي أمره، وفعلا بيروح جاري للمدرسة، وبسبب شهرته في المدينة بتوافق مارلين على طول إنها تسيب هنري يروح معاه، فبياخدوا جاري وبيروح على محل الألعاب. ساعتها بيقول له هنري إنه متأكد إن الصاروخ دوت ما فيهوش أي مشكلة، وإنه مش قادر يحدد السبب اللي خلاه يخرج عن السيطرة. فبينبهر جاري جدا من ذكائه وبيقول إنه لما يكبر هيبقى مخترع عظيم ومشهور. وفي اللحظة دي بيشوف هنري المكعبات السحرية فبيعجب بيها جدا وبيقرر يقربهم من بعض، لحد ما فجأة بيطلع من المكعبات دي لون قوي جدا وبيفضل يسحب في هنري ناحية المنجم. وقتها بقى بتوصل ناتالي للبيت وهي حزينة ومتضايقة لأنها اترفدت من الشغل في أول يوم ليها، وبتقابل صاحبة البيت اللي ساكنة فيه اللي بيكون اسمها دون، فبتسألها عن هنري لأنه لسه مرجعش للبيت، فبتقول لها دون إنها ما تعرفش عنه أي حاجة خالص. فبتبدأ ناتالي تشغل خاصية التتبع وبتفضل ماشية ورا هنري لحد ما بتوصل لمنجم على حدود المدينة، وجوه المنجم بيشوفوا هم الأربعة البوابة الزمنية لأول مرة في حياتهم، وفي وسط انبهارهم بجمال البوابة الزمنية فجأة بتحبسهم البوابة عشان يدخلوا جواها، فبيدخلوا هم الأربعة بالقوة، وفجأة بيلاقوا نفسهم في عالم جميل جدا اللي هو العالم العلوي، وبيبقوا منبهرين بجمال العالم العلوي والألوان والمكعبات اللي جواه، وبيكونوا فاكرين إنهم جوه لعبة جميلة. ساعتها بتعرف العجوزة ماونت إن المكعبات السحرية رجعت تاني للعالم العلوي، فبتقرر إنها تروح هي وجيشها للعالم العلوي عشان تاخد المكعبات السحرية، والمرة دي هتخلي ستيف يساعدها في مقابل إنها ترجع له صاحبه دينيس. بالليل بقى بيظهر مجموعة من الزومبي في العالم العلوي وبيبدأوا يهاجموا على هنري وأصحابه، وبتقوم معركة كبيرة جدا بين الزومبي وهنري اللي اكتشف إنه يقدر يبني أي حاجة في العالم دوت باستخدام المكعبات، فبيبني قلعة كبيرة جدا من المكعبات وبيستخبى هو وأصحابه جوه القلعة ديت، فبيفضلوا مستخبيين جواها لساعات طويلة لحد ما فجأة بيدخل الزومبي للقلعة، فبيوصلوا للسطح وبيكونوا خلاص هيخلصوا على هنري وأصحابه، بس ستيف بيخلص على مجموعة كبيرة من الزومبي، واما بتطلع الشمس بتخلص على الباقي، فبيعرفهم ستيف بنفسه وبيقول ان هو صاحب المكعبات اللي معاهم، بس في مكعب منهم اتدمر اثناء المعركة، وبيقول لهم ستيف ان المكعبات دي مكعبات سحرية وانها بتفتح بوابات بين عالم البشر وعالم الالعاب زي العالم العلوي، فبيحكي لهم قصة الساحرة ماونت وبيحذرهم منها وبيعرفهم انهم لازم يرجعوا لعالم البشر من تاني، وده عن طريق استخدام المكعبات بعد ما يجيب لهم مكعب جديد بدل اللي اتكسر. فبيروح معاهم لمدينة في العالم العلوي وبيكون ليه بيت هناك، وجوه البيت دوت بيكون فيه اسلحة كتير جدا وقنابل، وكمان بيكون فيه ترابيزة سحرية بتقدر تصنع منها اي سلاح انت عايزه، فبيعمل كل واحد منهم سلاح لنفسه لانهم هيروحوا القصر اسمه قصر الغابة، وهو ده المكان اللي فيه المكعب الجديد. ففي طريقهم لهناك ممكن يقابلوا الخنازير او الزومبي ولازم يكون معاهم اسلحة عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم قدامهم. وما بيخرجوا من البيت بيوصل جيش الساحرة ماونت وبيهجم على القرية، فبيحاول ستيف وفريقه يدافعوا عن المدينة، بس جيش الساحرة بيكون قوي جدا، وقائد الجيش دوت بيكون اسمه تشوجا، بيظهر عليه انه شخص عصبي قوي، فبيمسك جاي وبيفضل يضرب فيه وبيكون عاوز يمشيه من العالم دوت، وده عشان يستولى عليه هو وجيشه. بس سكان المدينة بيساعدوا هنري وفريقه، فبيقدر هنري وستيف وجاري انهم يهربوا ومعاهم المكعب السحري، وبيتحرك وراهم كل الجيش تقريبا عشان يخلصوا عليهم ويوصلوا للمكعب السحري. وبعد مطاردة طويلة ما بينهم هما الاتنين بيقدر فريق هنري يخلصوا على الجيش كله، وبعدها بينزلوا بسلام على جبل المكعبات في العالم العلوي. في لحظتها بقى بيطلب منهم ستيف المساعدة عشان ينقذ الذئب دينيس، وبيعرفهم ان الساحرة الشريرة ماونت هي اللي حابسة الذئب بتاعه لحد ما يرجع لها المكعبات السحرية، ولو قدرت توصل للمكعبات السحرية هتدمر العالم العلوي كله، وكمان هتخليه عالم شرير زي العالم بتاعها بالظبط. فبيطلب منهم يساعدوه انه ينقذ العالم، وبعدها بقى يمشوا من العالم دوت ويرجعوا لعالم البشر، وبيعرض عليهم كمان يوديهم لمنجم الماس عشان ياخدوا مجوهرات من هناك معاهم لعالم البشر. في العالم السفلي بقى بتكون الساحرة ماونت متضايقة جدا بسبب فشل خطتها، فبتقرر تبعت وحش ضخم ومخيف جدا اسمه الصقر، وبتقول له انه لازم يوصل لستيف ويجيب لها المكعبات السحرية لان دي فرصتهم الاخيرة عشان يخلصوا من العالم العلوي. وبتكون ناتالي مع دون وبيدوروا على اخوها هنري لحد ما فجأة بيشوفوا قدامهم الذئب دينيس، فبتديله دون عظمة عشان ياكلها، وبتتعرف عليه بسهولة لان هو الذئب الوحيد في العالم العلوي، وبتطلب منه يوصلهم لمكان ستيف، وبتفضل ماشية وراه عشان توصل
بيحصل له. ساعتها بيكون ستيف وجاري وهنري في منجم ألماس في المدينة، وبيفرح جاري جدا أول ما بيشوف الألماس قدامه، وبيتوقع إنه أخيرا هيبقى غني. بس فجأة بيظهر الصقر ومعاه الجيش بتاعه، فبيسيبوا الألماظ وبيركبوا عربية القطر بسرعة. في الطريق بقى بيفجر ستيف المنجم عشان يدمر الصقر والجيش اللي معاه، ومع إن الألماظ للأسف اتدمر جوه المنجم، بس ستيف وفريقه قدروا يهربوا وهم بسلام، وبيكونوا رجعوا من تاني أخيرا للعالم العلوي. وبيكون قدامهم وقت قليل جدا عشان يلاقوا المكعب التاني بدل اللي اتدمر منهم، فبيروحوا لقصر الغابة، وهناك ستيف بيشرح لهم خطته عشان يلاقوا المكعب ويهربوا بسرعة. وبعدها بيدخلوا للقصر عشان ينفذوا الخطة، فبيدخل جاري وستيف وهم متنكرين، وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا عشان يلفتوا انتباه كل الحراس ليهم. بعدها بيتسحب هنري من غير ما حد يشوفه، وبعد شوية بيلاحظ الحارس ان جاري وستيف من البشر، فبيقبضوا عليهم وبيقرروا يعاقبوهم، وده عن طريق ماتش ملاكمة هيكون بينهم وما بين زومبي صغير، ولكن الزومبي ده بيكون قوي جدا ومخيف. فبيبدأ الماتش بين جاري والزومبي، وبيفضل الزومبي يضرب فيه لحد ما بيوقعه على الارض. وبعد قتال طويل جدا ما بينهم بيقدر ستيف انه يفك نفسه عشان يساعد جاري، وبعدها بيهجم على الزومبي الصغير واخيرا بيهزمه. وبيكون هنري لسه في طريقه لأوضة المكعبات، وفجأة بيشوف اتنين من الحراس وبيجروا وراه، فبيهرب هنري منهم لحد ما بيوصل لأوضة المكعبات، فبيشوف قدامه أوضة مليانة كنوز ومجوهرات، وبيلاحظ ان حتى الأوضة مش موجود فيها، فبيفتح صندوق المكعبات السحرية وبياخد المكعب اللي محتاجه، لحد ما فجأة بيظهر وراه الحارس اللي بيكون اسمه اندي. وبمجرد ما بيبص هنري جوه عينيه بيبدأ يهلوس، فبيشوف أحلام لأصحابه وأخته اللي بيقولوا فيها إن هو السبب في كل اللي بيحصل. فبيفوق هنري من أحلامه وهو متعصب جدا، وبيهجم على اندي بعدها وبيخلص عليه. فبيروح لستيف عشان يهربوا من القصر بسرعة، وما بيخرجوا من القصر بيشوفوا قدامهم الساحرة ماوند، وبيكون معاها جيش كامل من الوحوش. فبتاخد الساحرة المكعبات السحرية من هنري وبتأمر جيشها يخلصوا عليهم، فبيمسك جاري هنري وبيرميه على منطاد عشان يهرب، وبيبني ستيف مكعب كبير وبينط من فوقيه، وبعدها بيركب هو كمان المنطاد. بس جاري ما بيعملش زيه وبيقرر يشتت انتباه الجيش عشان يخلص عليهم، فبيفضل يتقاتل معاهم لحد ما الجيش بيفجر الجسر اللي هم واقفين عليه، وبيهرب هنري مع ستيف بالمنطاد لحد ما بيقع المنطاد بيهم على الارض وبيفقدوا هما الاتنين الوعي. ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في بيت غريب جدا، فبيعرفوا ان ناتالي هي اللي بنت البيت دوت عشان يقعدوا فيه. بالليل بقى بيشوفوا السماء وهي لونها بتتغير، وده معناه ان الساحرة الشريرة ماونت بدأت خطتها، وده عشان تدمر العالم العلوي والكائنات اللي عايشة عليه. فبيخطط هنري عشان يعطل خطتها، فبيصنع أسلحة ووحوش كتيرة قوي، وبيروح بعدها الذئب دينيس عشان يجيب اصحابه من عالم الذئاب. وبتبدأ الحرب بين هنري وفريقه وبين جيش الساحرة ماونت، فبتكون الوحوش قوية جدا وبتخلص على عدد كبير من جنود الساحرة، وبعدها بيتسحب هنري من وسط الجيش، وبيقدر يطلع لمكان المكعبات السحرية على قمة الجبل، لأنه مجرد ما بياخد المكعبات من مكانها هتخلص الحرب وبالتالي هينتهي الظلام. لحد ما فجأة بيضربوا الوحش برصاصة ضوئية، فبيقع هنري من على الجبل وبيكون خلاص هيقع على الأرض. بس جاري بيظهر بعد ما قدر ينقذ نفسه من الانفجار، وبينقذ هنري أخيرا قبل ما يقع على الأرض. بعدها بقى بتطلع الشمس، فبتقل قوة جيش الساحرة ماونت لأنهم ما بيحبوش الشمس، وبيكونوا عايشين طول حياتهم في ضلمة. فبيخلص فريق هنري على عدد كبير جدا ما بينهم، وبيهرب عدد كبير وبيرجع للعالم السفلي. وبيروح ستيف بعدها للساحرة ماونت اللي بتكون هي كمان بقت ضعيفة وما بتكونش قادرة خلاص تقف على رجليها، فبيستغل الفرصة وبيخلص عليها. وبعد ما بتخلص الحرب بيشكرهم ستيف جدا على مساعدتهم ليه عشان قدر ينقذ العالم العلوي، وبيقرر انه يرجع لعالم البشر معاهم من تاني عشان يرجع لحياته الطبيعية. وبعد فترة بتتغير حياتهم كلهم، فبيساعدوا جاري عشان ما يخسرش المحل بتاعه، وبيخترعوا لعبة ماينكرافت او عالم المكعبات. هو الاطفال بتجيلهم من كل حتة، واخيرا بيرجع جاري كاشهر واحد في المدينة، وكل يوم جمعة بيقدم حفلة هو وستيف عشان الاطفال تيجي للمحل. اما بقى هنري فبيكمل حلمه في انه يكون مخترع عظيم ومشهور، وبيخترع الصاروخ الطائر اللي بيكون عبارة عن شنطة بيلبسها على ظهره وبتخليه يطير، وبينجح المرة دي بقى على عكس فشله في المرات اللي فاتت. بعدها بتروح ناتالي وبتشتغل في مدرسة لتعليم الاطفال فن الدفاع عن النفس زي مثلا الكاراتيه والجودو، وبتعمل دون عروض في حديقة الحيوان مع دينيس، وبتكسب شهرة كبيرة جدا بسبب شكل دينيس الغريب. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم دوت فالفيلم الجاي شبيه ليه.
وبيبدأ فيلم بلاك نايت بشاب اسمه جمال وهو رايح للشغل، وبيكون جمال شغال في مدينة ترفيهية، ولما بيوصل بتجتمع المديرة بتاعته اللي اسمها بوستك مع الموظفين اللي في المكان، وبتعرفهم ان في مدينة ترفيهية فتحت جنبهم وده ممكن يسبب خسائر كتير قوي للمكان، عشان كده بتطلب منهم يهتموا بالشغل اكتر في الفترة الجاية عشان يقدروا ينافسوهم ويكسبوا اكتر منهم. فبيتريق جمال عليها وبيفهمها ان المدينة الترفيهية بتاعتها ديت مدينة فاشلة وانهم اكيد هيخسروا، وبيقترح عليها انها تسيب الشغل وتسافر وتستمتع بوقتها بقى احسن ما تضيع وقتها على الفاضي. فبتتضايق بوستك جدا وبتفهمه انه شخص اناني وبتقرر تعاقبه وبتأمره ينظف البحيرة اللي في المكان. بعد شوية بيبدأ جمال في تنظيف البحيرة وبيكون متضايق جدا، فبيروح له صديقه بوب وبيفضل يتريق عليه عشان بوستك عاقبته، فبيقترح جمال عليه انهم يسيبوا الشغل دوت ويروحوا يشتغلوا في المدينة الجديدة. فبيعجب بوب جدا بالفكرة وبيوافق. اثناء كلامهم بقى بيلاحظ جمال ان في سلسلة عمالة بتلمع في البحيرة، فبيخمن ان سعرها غالي جدا، فبيحاول يمسكها بس رجله بتتزحلق وبيقع في الميه، واما بيطلع بيتفاجئ انه في مكان غريب وبيتصدم اما بيشوف شخص واقف قدامه لابس لبس قديم جدا. فبيفضل جمال يتريق عليه وبيكون فاكره شخص مشرد. في اللحظه دي بيفقد الشخص ده الوعي بسبب انه سكران، فبيقلق جمال عليه جدا وبيروح يساعده. وقتها بيفوق الشخص دوت وبيشكره انه انقذ حياته وبيبدا يعرفه على نفسه، فبيقول له ان اسمه نولتي وبياخده للمكان اللي بينام فيه. وبيستغرب جمال جدا لما بيلاقي ان معاه حصان وبيساله هو انت معاك رخصه للحصان دوت، بس نولتي ما بيردش عليه. فبيتاكد جمال انه مشرد فعلا وما عندوش بيت، فبيقترح عليه انه يروح لجمعيه خيريه ويطلب منهم يساعدوه، وبعدها بيديله فلوس عشان يشتري اكل، بس نولتي ما بيكونش عارف يستخدمها في ايه وبيولع فيها. بعد شويه بقى بيمشي جمال في الغابه وبيتصدم لما بيلاقي نفسه وصل لقريه بدائيه، فبيشوف وقتها قلعه كبيره قدامه وبيكون فاكر انها مدينه ترفيهيه جديده اللي فتحت جنبهم. بعدها بيروح وبيحاول يدخل يتفرج على المكان، ولكن الحراس بيمنعوه. وما بيعرفوا الحراس انه من مدينه اسمها نورمانديا بيعتذروا منه وبيدخلوه على طول لانهم كانوا مستنيين جنرال جاي برساله من هناك. المهم ان جمال بينبهر جدا من المكان وبيكون فاكر ان كل الناس دي ممثلين. وقتها بيشوف بنت وبيعجب بيها وبيقرر يتكلم معاها، وفعلا البنت بتعرفها على نفسها وبتقوله ان اسمها فيكتوريا، فبيطلب جمال منها انها تديله رقمها عشان يتواصلوا مع بعض. فبتعرفه فيكتوريا انها رقم 7 في خدم الملك، فبيستغرب جمال من كلامها جدا. وقتها بقى بيوصل فارس اسمه بيرسي وبيضايق فيكتوريا، فبيزعقله جمال وبيفضل يتريق عليه. فبيمسك بيرسي سيفه وبيكون على وشك انه يدخل معاه في قتال، بس جمال بيكون فاكر ان السيف ده لعبه وما بيخافش منه. لحظتها بقى بيوصل مساعد الملك وبيعرف جمال ان الملك في انتظاره، فبيروح جمال معاه وبيتكلم مع الملك وبيقول له على فكره انتم ممثلين شاطرين قوي لانهم قدروا يقنعوه بالدور اللي هم عاملينه. فبيستغرب الملك من لبسه وطريقه كلامه وبيساله امير مدينه نورمانديا هيجي يخطب بنته امتى. فبيضحك جمال على كلامه وبيقرر ان يرتجل الحوار معاه وبيقول له ان الامير هيجي يوم الثلاث. فبيفرح الملك جدا وبيشكره وبيطلب من المساعد بتاعه انه ياخد جمال ويوصله لاوضته. المهم في الطريق بيطلب جمال من مساعد الملك انه يدخل الحمام وبيتصدم لما بيدخل وبيلاقي ان الحمام بضيق جدا. ووقتها بيشوف جمال الناس اللي في القلعه وهم بيجروا، فبيعرف ان في شخص هيتعدم بسبب انه كان بيحرض الناس على الملك. هو بيكون فاكر انهم بيمثلوا فبيروح يتفرج. في لحظتها بقى بيتعدم الشخص دوت والحراس بيقطعوا راسه، فبيروح جمال وبيمسك الراس ديت وبيكون فاكر انها لعبه، بس بيتامل فيها وبيتاكد انها حقيقيه فعلا وبيفقد الوعي. بعد شويه بقى بيفوق من النوم وهو مفزوع، وبتكون فيكتوريا قاعده جنبه فبيسالها عن التاريخ وبيتصدم لما بتقوله انهم سنه 1228. فبيتضايق جمال جدا وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وطبعا بيكون عايز يمشي من مكان، ولكن فيكتوريا بتمنعه وبتعرفه انه ما ينفعش يمشي غير ما ينفذ المهمه اللي جاي عشانها. وبتكون معاها سلسله ودي بتكون نفس السلسله اللي لقاها في الميه قبل كده، وبتعرفوا ان السلسله دي بتكون مع قاده الثوره بس، وبتفهموا ان مهمتهم يخلصوا على الملك وانهم يرجعوا المملكه لنظام الحكم القديم. فبيتصدم جمال من كلامها وبيحاول يشرح لها اللي حصل معاه لكنها ما بتصدقوش، وبتفهموا ان الملك ظالم ويستاهل الموت، وبتطلب منه يساعدها في الموضوع دوت. اثناء كلامهم بيوصل مساعد الملك وبيقول له الملك في انتظارك عشان هياخدوا جوله في القلعه. وما بيوصل بيطلب منه الملك انه يركب حصان، ولكن جمال بيكون خايف منه جدا وبيحاول يركب عليه بس الحصان بيوقعه في الارض. فبيفتكر الملك وكل الناس اللي في المكان انه مهرج وبيحاول يضحكهم، فبيفضلوا يحيوه على اللي بيعمله. بعدها بقى بيرجع جمال لاوضته وفجاه بيحس انه تعبان وبيتصدم اما بيلاقي ان ديدان غريبه جدا على جسمه وبيخاف جدا انه يتصاب بمرض، بس فيكتوريا بتهديه وبتقعد تعالجه. وقتها بقى بيوصل مساعد الملك وبيعرفوا ان الملك عامل حفله في القلعه وبيطلب منه يحضرها، وفعلا جمال بيوافق
وبالليل بيقعد جمال جنب الملك وبيستغرب من تصرفاته وطريقته في الاكل، وما بيرضاش ياكل بسبب ان كلب الملك عمال بياكل معاهم في نفس الطبق. بعدها بقى بيتكلم الملك مع جمال وبيطلب منه انه يرقص. مدينة نورمانديا مشهورة بالرقاصين، فبيخاف جمال انه يرفض عشان الملك ما يشكش فيه، وفعلا بيوافق. وبيبدأ جمال بقى انه يغني ويرقص، وبيستغرب كل اللي في المكان من طريقته في الرقص، لكنهم بيعجبوا بيها وبيفضلوا يرقصوا معاه. في اللحظة دي بيكون في 2 من الثوار في المكان وبيكونوا على وشك انهم يخلصوا على الملك، بس بيخبط جمال في الملك وبيوقعه على الارض وبينقذ حياته بالغلط، وساعتها بيقبض الحراس على الثوار. وبعدها بيتعصب الملك على بيرسي والحراس بسبب انهم مش قادرين يحموه، وبيتكلم مع جمال وبيشكره انه انقذ حياته، فبيقرر يكافئه وبيعينه رئيس الامن في القلعة. فبيفرح جمال جدا. وفي تاني يوم بيتفاجئ ان اهل المدينة متجمعين، فبيروح عشان يشوف ايه اللي بيحصل. هو بيتصدم اما بيعرف ان في شخص سرق اكل من حديقة القلعة، لان الشخص دوت كان جعان جدا، والملك وقتها بيقرر يعدمه. وقتها بيطلب جمال من الملك انه ياخده ويعدمه بنفسه، وفعلا الملك بيوافق. واول ما الملك بيمشي بيطلع جمال فلوس وبيديها للشخص دوت، وبيطلب منه يهرب من المكان فورا. بالليل بقى بيتكلم جمال مع فيكتوريا وبيحكي لها اللي حصل معاه وازاي اتنقل بالزمن، وبيفهمها انه لازم يمشي من القلعة ديت قبل بقى ما الجنرال الحقيقي يوصل والملك هيكشف حياته. فبتتضايق فيكتوريا منه وبتقول له انت شخص جبان لانك مش عاوز تساعد الشعب وتخلص على الملك الظالم، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وفي تاني يوم بيوصل الجنرال الحقيقي للقلعة، وبيتصدم الملك لما بيعرف اللي حصل، وبيتأكد ان جمال ده كان بيخدعه طول الفترة اللي فاتت. فبيروح لأوضته وبيقبض عليه وبيقرر يعدمه. وبعد شوية بيكون جمال في السجن، وبيلاقي هناك الشخصين اللي كانوا عاوزين يخلصوا على الملك، وبيفضلوا يحكوا له عن المعاناة اللي الشعب عايشها، وبيعرفوه ان اللي كان بيحكم المدينة زمان ملكة اسمها لوري، والملك غدر بيها واستولى على الحكم وطردها. وبيحكوا له عن مقاتل شجاع اسمه الفارس الاسود وبيتمنى انه يجي ويحررهم، وبيعرفوه ان المقاتل ده قوي جدا والناس كلها بتخاف منه. وبيقولوا له كمان قصص واساطير قديمة زي مثلا انه خلص على تنين وحيوانات مفترسة كتير، وبيعرفوا ان الملوك حاولوا يشتروا ولاء ليهم بالفلوس لكنه رفض وقرر يحارب جنب الشعب ويرجع لهم حقوقهم. في تاني يوم بقى بيتجمع اهل المدينة عشان يشوفوا عملية الاعدام. هو بيكون جمال خايف جدا، فبتجيله فكرة وبيتكلم مع الناس وبيعرفهم انه اصلا ساحر، ولو خلصوا عليه روحه مش هتسيبهم وكمان هتدمر القلعة. بس الملك ما بيقتنعش بكلامه وبيأمر الحراس يعدموه. وفجأة بيتعب الحارس اللي هيعدم جمال وما بيقدرش يتنفس، فبيخمن اهل المدينة ان جمال اصابه باللعنة، فبيخافوا جدا. ووقتها بتبدأ القلعة تولع، فبيتأكدوا ان جمال فعلا ساحر وبيهربوا كلهم من المكان. وساعتها بيكون نولتي واقف قدام القلعة وبيبدأ يصيب في الحراس ويخلص عليهم. وبتوصل فيكتوريا للمكان عشان تاخد جمال وتحرر باقي الثوار، لكنه ما بيقدرش يركب معاها، وبيخرج من القلعة بسرعة وبيتصدم لما بيلاقي نولتي قدامه، فبيركب معاه الحصان وبيهربوا من المكان. وبعد شوية بيوصل نولتي لقرية وسط الغابة، فبيتكلم مع جمال وبيعرفه ان القرية ديت عاش فيها العائلات اللي الملك طردهم من بيوتهم، وبيفهموا ان فيكتوريا هي اللي طلبت منه انه يساعده. اثناء كلامهم بقى بتوصل فيكتوريا للمكان وبتعرف جمال على نولتي، وبتفهمه انه كان واحد من اشجع فرسان انجلترا، وبتعرفه ان الملك طرده لانه كان بيساعد الملكة وبيحميها. بعدها بقى بيروح جمال وبيشكر فيكتوريا انها ساعدته، وبيطلب منها تدله على مكان البحيرة عشان ينط فيها ويرجع للزمن بتاعه. وقتها بتزعل فيكتوريا منه وبتكون شايفة انه شخص اناني ومش عاوز يساعد الناس، فبتدله على مكان البحيرة وبتسيبه وبتمشي. بعد شوية بيوصل فعلا جمال للبحيرة، وفي اللحظة دي بيشوف مجموعة اشخاص عمالين بيتريقوا على نولتي، فبيتضايق عشانه جدا وبيروح وبيضربهم وبياخد نولتي وبيمشي. وما بيرجعوا للقرية بيتفاجئوا ان بيرسي وجنوده هجموا على المكان وحرقوا البيوت كلها، لا دول كمان احتجزوا فيكتوريا. فبيتضايق جمال جدا وبيقرر انه يروح ويرجعها، فبيتكلم مع اهل القرية وبيطلب منهم ينضموا له ويساعدوه، لكنهم بيبقوا خايفين وبيرفضوا. وقتها بقى بيقرر نولتي انه يروح معاه عشان ينتقم من ملك وبيرسي. في اللحظة دي بتظهر الملكة لوري من وسط الناس، فبتتكلم معاهم وبتبدأ تشجعهم، وده عشان يهجموا على القلعة ويخلصوا على الملك. بس جمال بيحس ان طريقتها وحشة جدا ومش قادرة تخاطب الشعب وتحفزهم، فبيتكلم هو مع الناس مكانها وبيقدر يشجعهم للحرب. وبعدها بيبدأ يدربهم على اساليب القتال الحديثة زي الملاكمة والكاراتيه، وده عشان يقدروا يواجهوا جنود الملك. فبيعجب نولتي بطريقته جدا،
وفي تاني يوم بيهجم الثوار على القلعة وبيستغربوا جدا لما بيلاقوا المكان فاضي، وفجأة بيظهر بيرسي قدامهم وبيكون عامل لهم كمين وبيحاصروهم الجنود من كل الاتجاهات، وبتبدأ المعركة بينهم وبيكون الثوار على وشك انهم يتهزموا. بس فجأة بيوصل الفارس الأسود للمكان وبنكتشف انه ده يبقى جمال، لكنه دهن الدرع والخوذة باللون الأسود عشان يخلي جنود الملك تخاف منه، وفعلا خطته بتنجح فبيترعب منه الجنود وبيهربوا بسرعة من مكان. وفي اللحظة دي بيقع جمال على الأرض وللأسف بتتشال الخوذة من على دماغه، فبيكتشف الجنود ان ده يبقى جمال وبيرجعوا يحاربوه، وبيهجم بيرسي على جمال وبيكون على وشك انه يطعنه بالسيف، بس نولتي بينقذه على آخر لحظة. ساعتها بيحس بيرسي ان الثوار بيحاربوا بكل شجاعة، فبيخاف انهم يخلصوا عليه وبيروح يستخبى في القلعة، ووقتها بيروح له الملك وبيطلب منه يهربه من المكان فورا، بس بيرسي بيرفض وبيرميه من فوق سور القلعة وبيخلص عليه. وبعد شوية بيكون نولتي بيخلص على جنود الملك، بس فجأة بيصيبه بيرسي بسهم، فبيشوف جمال اللي بيحصل وبيزعل عليه قوي. هو بيتكلم نولتي مع جمال وبيفهمه انه محارب شجاع جدا وانه مش اناني زي ما كانت فيكتوريا بتقول، فبيديله السيف بتاعه وبيطلب منه يحارب بشرف ويساعد الثوار. وقتها جمال بيشوف بيرسي وهو محتجز فيكتوريا فبيروح عشان يحررها، بس بيرسي بيهدده انه يخلص عليها وبيطلب منه يستسلم ويرمي السيف بتاعه، فبيخاف جمال انه يأذيها فبينفذ كلامه. وفجأة بيجرح بيرسي فيكتوريا بالسكينة، فبيتعصب جمال وبيضربه وبيفقده الوعي، وبيروح بعدها عشان يطمن على فيكتوريا وبيفرح جدا لما بيلاقيها بخير. وفجأة بيفوق بيرسي وبيكون على وشك انه يطعن جمال، بس بيرسي بيتصاب بسهم وبيموت، وبيطلع ان نولتي لسه عايش وهو اللي خلص عليه، وبيقدر الثوار اخيرا انهم يفوزوا بالمعركة، وبترجع الملكة لوري للحكم. وفي تاني يوم بيعترف جمال لفيكتوريا بحبه وبيطلب منها ترجع معاه للزمن بتاعه، وفعلا بتوافق. بعدها الملكة بتشكر جمال على مساعدته ليهم وكمان بتعينه جنرال على المملكة. وفي اللحظة دي بيفوق جمال وبيلاقي الإسعاف والدكاترة حواليه، وبيتصدم لما بيقول له صديقه بوب انه كان في غيبوبة لمدة 10 دقايق، فبيتأكد جمال انه كان بيحلم مش اكتر. وقتها بقى بتوصل مديرته بوستك للمكان وبتتعصب عليه وبتكون فاكرة انه رمى نفسه في البحيرة عشان يطلب منها تعويض كبير، وبتفهمه انها خلاص هتقفل المدينة الترفيهية وكمان هتبيعها. ولكن جمال بيعرفها انها ما ينفعش تستسلم بسهولة كده ولازم تبذل مجهود اكبر عشان تحقق حلمها. وبيبدأ جمال يتكلم معاها زي ما كان بيتكلم مع الثوار، فبتحس بوستك انه متغير وبتقتنع فعلا بكلامه. وبعد 6 أسابيع بتفتتح بوستك المدينة الترفيهية واللي بتنجح جدا وبيجي لها ناس من كل مكان، وبتتكلم بوستك مع جمال وبتشكره جدا على نصيحته لان هو الوحيد اللي شجعها انها تكمل. وقتها بيشوف جمال واحدة شبه فيكتوريا بالظبط فبيروح يتكلم معاها، فبيفهم ان اسمها نيكول وبيعجب بيها جدا، وكمان بيعزمها على العشاء وبتوافق. ووقتها بيلاحظ جمال ان في ندبة على رقبتها مكان الجرح بتاع بيرسي، فبيسألها عن الندبة ديت، فبتعرفي نيكول انها حادثة قديمة. وبعد ما نيكول بتمشي بيفتكر جمال انه مش معاه رقمها وانه للاسف مش هيقدر يتواصل معاها، فبيجري وراها عشان يلحقها بسرعة، لكنه بيتزحلق وهو بيقع في البحيرة تاني. هو بيتصدم لما بيفوق وبيلاقي نفسه في العصر الروماني وانه محبوس في حلبة وفي مجموعة اسود عمالة بتجري وراه، وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناة. وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو، خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامة.